سلام الله عليكم. الوداد الرياضي البيضاوي يتجه إلى بيع لاعبه البرازيلي بيدرينيو في صفقة وصفت بالكبيرة، وإليكم التفاصيل. يتجه نادي الوداد الرياضي البيضاوي إلى بيع عقد لاعبه البرازيلي بيدرينيو، وذلك إثر توصله بعرض مغر يصل إلى 800 مليون سنتيم من إحدى الأندية البرتغالية الراغبة في التعاقد مع اللاعب البرازيلي في الميركاتو الصيفي المقبل. ومن المحتمل جدا أن يغادر اللاعب البرازيلي بيدرينيو بالنظر إلى هذه الصفقة، وكان اللاعب البرازيلي قد انضم إلى الوداد الرياضي في الصيف الماضي في صفقة بلغت 120 مليون سنتيم حسب ما أكدته مصادر لإحدى الإذاعات الوطنية. ومن المحتمل جدا أن يتم بيع عقده في الميركاتو الصيفي، ويعد هذا العرض فرصة مهمة لفريق الوداد الرياضي لإعادة التوازن إلى وضعه المالي، وذلك بعد أن ارتفعت القيمة السوقية للاعب رغم أنه لم يلعب إلا دقائق قليلة. ومن المحتمل أن تعقد إدارة نادي الوداد الرياضي جلسة لحسم القرار النهائي بخصوص اللاعب. ما رأيكم في هذه الصفقة؟ هل هي مربحة لفريق الوداد الرياضي إن تمت؟ أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا على وفائكم، وإلى اللقاء.